السلام عليكم. الثلاجة فيها مية، قال انا جعان قوي قوي. اهلا بك يا جدع في حلقه جديده، وسيب اللي في ايدك وركز معايا. انت طبعا عارف ان ميسي حاله فريده من نوعها، حاله ما بتتكررش كتير، بس على ما يبدو كده ان الصحافه والجمهور كان لهم راي تاني، وميسي تقريبا هو اكتر لاعب في التاريخ اتقال ان له خلفاء هيشيلوا رقمه من بعده. بس انت عارف الغريب في الموضوع ان كل اللعيبه اللي اتقال عليهم اللقب ده اختفوا تماما. راحوا فين واختفوا ازاي ومسيرتهم كانت عامله ايه الله اعلم. بس في الحلقه دي انا هجيب لك اشهر اللعيبه اللي اتقال عليهم انهم خلفاء ميسي عشان نعرف كل حاجه حوالين مسيرتهم. كوبايه الشاي ملك وحصلني. واول واحد معانا واللي زامل ميسي لموسمين وكان اول لاعب يتقال عليه انه خليفه ميسي معايا ومعاكم بويان كريكيتش. بويان ما كانش مجرد لاعب موهوب، ده كان ظاهرة في أكاديمية برشلونة. تخيل إنه سجل أكتر من 800 هدف في مختلف فرق الناشئين، رقم مرعب خلى الكل يقول بس هو ده ميسي الجديد. بويان تم تصعيده للفريق الاول وهو عنده 17 سنه بس، وبويان يا سيدي ما كدبش خبر وبقى اصغر لاعب يسجل لبرشلونه في الدوري الاسباني. الدنيا كانت وردي والكل بيحتفل بميلاد الاسطوره الجديده، وطبعا انت دلوقتي يا حبيبه بالفضل قاعد بتتفرج عليا ومفكر ان كل حاجه تمام وان الواد خلاص ركب قطر النجوميه، صح؟ بس الحقيقه كانت مختلفه شويه. من ورا الستاره كان في كابوس بيتحضر لبويان اللي الناس ما كانتش شايفاه، وهو اللي بيحصل جوه دماغ بويان ان الضغط عليه كان رهيب. الصحافه ما كانتش سايباه والجماهير مستنيه منه يعمل معجزه كل ماتش، ومقارنات ليل نهار مع ميسي. بويان ما قدرش يستحمل وجسمه بدا ينهار من التوتر والضغط وجاله نوبات هلع. ومن المواقف اللي تقول لك هو قد ايه كان منهار كان موقف استدعائه ليورو 2008 مع منتخب اسبانيا. المدرب بعت له عشان يستدعيه لليورو، بس بويان رد على المدرب وقال له ان هو منهار تماما وانه مش قادر يقف على رجله، وده حرفيا الكلام اللي اتقال، انا ما بهزرش، هو فعلا قال كده. وفي الاخر برشلونه باعوه لنادي روما الايطالي. طب يا ترى ليه روما الايطالي وليه برشلونه استغنوا عن ابنهم المدلل؟ الحقيقه يا صاحبي ان العلاقه بين بويان ومدربه كانت بعافيه شويه. العلاقه بين بيب جوارديولا وبويان وصلت لطريق مسدود، وبويان كان بيحس ان بيب مش واثق فيه تماما وبيركنه على الدكه جديد لصالح صفقات جديده زي ديفيد فيا. انما نهايه العلاقه فعلا، او زي ما بيقولوا القشه التي قطمت ظهر البعير، كانت في ويمبلي نهائي دوري الابطال 2011. برشلونه بتكسب وبتكتسح مانشستر يونايتد. بيب عمل تبديلاته الاول والثاني والثالث وحذره فزره من ما نزلش وفضل مركون على الدكه هو مفيش غيره بويان بعد الماتش ده اتاكد انه خارج كل حسابات بيب جوارديولا، عشان كده قرر يمشي لروما عشان يلحق مدربه القديم في فريق الشباب لويس انريكي، اللي كان هو الوحيد اللي فاهم موهبته وقتها. وللاسف بويان كانت موهبه لازم يتكتب لها سيناريو تاني خالص، بس القدر كان له راي تاني. بص بقى حبيب اخوك وسيب اللي في ايدك وركز معايا في الحكايه التانيه عشان فيها تاتش غريب شويه. معانا دلوقتي بطل جديد لقصه جديده، وبطلنا المره دي هو الين هيليالوفيتش، او زي ما الصحافه بتسميه بميسي الكرواتي. الواد ده لما ظهر في كرواتيا قلب الدنيا، كان نسخه طبق الاصل من الليو، شعر اصفر قصير بيلعب برجله الشمال، وبرشلونه طبعا ما كدبتش خبر وراحت خلصت فيه ب5 مليون، وهي عندها ثقه تماما ان ده هو الوارث الشرعي لميسي. طبعا انت دلوقتي حبيبه بالفضل قاعد بتشوف صورته بتيشيرت البارسا وبتقول في سرك يا بخت برشلونه جابوا ميسي الجديد ب5 مليون بس الحقيقه يا صاحبي كانت عكس كده تماما، والسيناريو الوردي ده اتقلب عليه، والدليل انك عمرك ما سمعت عن اسمه غير لما انا اتكلمت عنه اساسا. بس برايك انت ايه اللي يخلي لاعب انا عمال بتغنى لك بيه من اول الحلقه يفشل، وفشله يوصلك انك ما تعرفش هو بيلعب فين دلوقتي، وهل هو بيلعب اساسا ولا اعتزل؟ عايز تعرف ايه هو سبب فشله؟ مفيش غيره، الغرور. تقريبا كده صاحبنا كانت دماغه لاسعه شويه، بمجرد ما دخل الكامبيون وفكر نفسه انه بقى اسطوره. المعلم كان رافض يلعب مع الفريق التاني وكان عايز يبقى النجم الاول وهو لسه ما عملش اي حاجه. النتيجه النهائيه للكلام ده كانت ايه؟ برشلونه قالت له بقول لك ايه، انطر قبل كاش، وبعتوه اعاره لنادي اسمه سبورتنج خيخون، وبعدها لنادي هامبورغ والميلان. والعامل المشترك بين الثلاث انديه دول هو الفشل. الينوفيتش فشل انه يثبت نفسه في اي مكان، وحاليا هو بيلعب في انديه مغموره في كرواتيا. اركن لي بقى الاثنين دول على جنب وركز لي في اللاعب الثالث، لان الثالث هو جاي اوسلين، اسرائيلي الجنسيه. مبدئيا الواد ده كان من ناشئين برشلونه، وكانت اهم مميزاته هي السرعه والمهاره، والدليل على كده ان بيب جوارديولا بنفسه استدعاه للفريق الاول واداله فرصه وهو لسه ما كملش ال 18 سنه. بس اوسلين ما بيكملش في برشلونه كتير وبيقرر انه يسيب برشلونه ويروح مانشستر سيتي عشان الفلوس. طبعا كان وقتها لسه صندوق الاستثمارات الاماراتي مستحوذ على مانشستر سيتي، وطبعا اداره السيتي وقتها كانت عايزه افضل لعيبه في العالم وافضل ناشئين في العالم، وواحد من ضمن صفقاتهم كان جاي اوسلين. طب يا ترى بقى فترته في السيتي كانت ماشيه ازاي؟ هي فترته في السيتي كانت كالاتي: اصابات، قله تركيز، مستوى ضعيف، اداء باهت وسيء.
ومن كتر ما هو فعلا سيء السيتي بيفسخ عقده، وبعدها بيلف في كذا نادي مغمور في الدوري الإيطالي، ومنهم فرق دوري درجة رابعة في إيطاليا. وادي يا سيدي الحكاية وما فيها. وخلاصة القصة اللي أنا قلتها لك دي هو إن مفيش غير ميسي واحد بس والباقي تقليد. المهم ما تنساش تعمل اللايك والاشتراك عشان تضمن إنك تشوفني تاني بدل ما اختفى أنا كمان في ظروف غامضة. أشوفكم في الفيديو الجاي، سلام.